السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هعمل معاكم النهاردة اكلة جميلة جدا. من حلاوتها وسهولتها هتحبي ان انتي تعمليها كل يوم. من جمالها حاجة كده رائعة. سندوتشات المطاعم اللي احنا بنجيبها بأسعار خيالية هتعمليها في البيت بكل سهولة وأبسط طريقة. هنسمي الله ونصلي على رسول الله. وهنا معايا نص كيلو لحمة مفرومة، وعندي هنا 3 بصلات، وعندي هنا طماطميتين مقطعهم قطع صغيرة، وحبة شطة كده او فلفل اخضر حوالي ربع كيلو او زي ما انت عايزة. عندنا هنا بقى جريل فاضي كده هننزل عليه بشوية زيت. هنزل هنا كده ادي للحمة كده صدمة. هنزل باللحمة الاول بحيث ان هي لو فيها اي نسبة زفارة ولا اي حاجة، مع التشويح كده في البداية بتلاقيها طلعت منها كده وبتبقى جميلة جدا. الطريقة دي حلوة قوي بصراحة، جربوها. بعد هنا ما تبدأ تاخد لون بس كده ولونها يتغير، هننزل عليها هنا كده بالبصل اللي انا مقطعاه دوت مبشور قطع صغيرة او معمول في الكبة. هنزل على اللحمة المفرومة كده وهبدأ اقلبهم كده مع بعض. طريقة تعصيج اللحمة دي طريقة سهلة جدا وجميلة، والريحة بتاعتها اللهم بارك جميلة قوي، وحاجة كده سهلة وبسيطة خالص لأي ست بيت لسه مبتدئة مش عارفة تعملها ازاي. هنا هنزل عندي بالشطة بتاعتي او الفلفل. الريحة بصراحة رائعة كده وجميلة جميلة بجد. احنا بنجيب السندوتشات لاولادنا من بره من المطاعم باسعار كده خياليه بصراحه. فانت تقدري توفري وتعملي في البيت من نص كيلو لحمه هتعملي كميه سندوتشات جميله جدا. هنزل هنا كده بالطماطم. طبعا كل ما بتنزلي بمكون بتستني حوالي كده كام دقيقه على ما يختلط كده في اللحمه، بيبدا ريحته تطلع، فبتبقى بصراحه ريحته جميله جدا. في الخليط دوت بيبقى عسل ما شاء الله. هنزل هنا بقى عندي البهارات. هحط كده معلقة فلفل اسمر. اهم حاجة في اللحمة التبهيرة بتاعتها دي تديها طعم كده. وهنا معلقة ملح ابيض. يا ريت اللي يشوف قناتي انا يوميات تيتا ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناة لو اول مرة تشوفوني. وعندي هنا شوية بهارات اللي هي 7 بهارات. ودي نص معلقة توم باودر وبصل باودر. وبحط هنا رشة سكر بتدي طعم جميل جدا للحمة بصراحة. حاجة كده سهلة وبسيطة، وهتقومي تعملي الأكلة دي مش هتاخد مني 5 دقايق. وعندي هنا شوية بطاطس كده محمرة. طبعا السر بتاع البطاطس المحمرة دي ان انا هحط عليها شوية كركم في التحمير بتدي لون للبطاطس زي بتاع المطاعم بالظبط. حاجة كده رائعة. وعندي الفينو هنا، بفتح الفينو واحط فيه البطاطس مع اللحمة المفرومة. أكلة خطيرة وولادك هيحبوها وهيقولوا لك اعملها لنا كل يوم. وحاجة كده سهلة وفي 5 دقايق وانتي واقفة. يا ريت اللي يشوف قناتي ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناة. وان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.